السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل من بعض اصابع الكنافه، وهقولك على كل التفاصيل اللي تخلي الكنافه بتاعتك تطلع متماسكه وجميله جدا. وكمان لو الكنافه بتاعتك بايته او مش صابحه، يعني تقدري تستخدميها برضو في الوصفه بتاعتنا، بس هقولك على خطوه كده تعمليها تخليها ترجع معاكي زي الصابحه بالظبط. بس لو انتوا لسه في القناه بتاعتي واول مره تشوفوني، انا اسمي عبير ودي قناتي وصفه صحيه واكل اقتصاديه. اتمنى تشجعوني كده عشان افعل القناه وتشتركوا في قناتي، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. انا عندي هنا لكل نص كيلو من الكنافه بنحط كوبايه ونص من السكر، وعليهم كوبايه ونص من الميه، وكمان نص ليمونه او كيس من الفانيلا، وبنفحهم على النار لمده من بعد الغليان 7 دقايق. طيب انا النهارده هعمل مش مقدار كوبايه ونص بس، انا هعمل مقدار 3 صواني. فانا بحب يعني الشربات عندي بيبقى موجود هعرف في التلاجة، علشان مش كل ما اجي اعمل حلويات اعمل الشربات بتاعها، وكمان هو ما بيفسدش معايا ولا اي حاجه، بيبقى كويس جدا زي ما اكون لسه عاملاه بالظبط. انا هعمل 3 كوبايات من السكر، وعليهم 3 تنصاص، و3 كوبايات من الميه، وعليهم 3 تنصاص. لكن لو انت هتعملي مقدار صينيه واحده بس، هتعملي كوبايه ونص من السكر، وعليها كوبايه ونص من الميه، وكمان كيس من الفانيليا وعصره ليمونه. نقلب بقى كل المكونات بتاعتنا ديت على البارد، وبعدين هنرفعها على النار. طيب يا عبير، انا ساعات بعمل الشربات بتاعي فبلاقيه بعد ما بيبرد بيسكر معايا. هقولك لو انت خايفه ان الشربات يسكر معاكي، حاولي تغطي الحله، غطي الحله كده بورب بحيث ان البخار يطلع منها، لكن تبقى مكتومه كده بحيث ان اي سكر موجود على الجدران بتاعه الحله بتاعتي او الكازروله بتاعتي ينزل وينزل اي سكر، بيبقى سبب ان في بعض حبيبات من السكر متعلقه على الجدران بتاعه الحله او الكازرونه اللي بتعملي فيها. هتسيبيه من بعد الغليان حوالي 7 دقايق، وبعد كده تطفي عليه النار وتسيبيه هيبقى جاهز معانا. بعد كده بقى عشان نعمل الكنافه بتاعتنا عندي هنا صينيه من الالومنيوم او من التيفال، اي نوع صينيه موجود عندك. هدهنه دهنه كده محترمه من السمنه. تقدري تستخدمي السمنه المخلوطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده. الحلويات بتدي نتيجه وطعم جميل جدا، خصوصا ان هي بيبقى فيها سمنه بلدي وكده. بعد كده بقى عندي الكنافه الشعر ديت، انا بقيس كده مقدار الصباع اللي انا عايزاه بكف ايدي كده. انا بعمل مقدار ايديا قد كف ايدي كده، وبعدين بقصه بالمقص وبأركنه جنب كده علشان خاطر ابدا اخد منه مقدار الصابع. ببدا اخد شويه كده من الشعر بتاع الكنافه بتاعنا، وبعدين ابدا ابخهم بالبخاخه، بخه خفيفه كده من الميه، لان بصراحه الكنافه دي لما انا جبتها كانت بايته، ما كانتش صابحه، وكانت تحسي انها ناشفه شويه. لما بتبخيها كده بالبخاخه بتبدا تخلي الصوابع بتاعتنا لما بنبرمها وبنلفها كده بتمسك مع بعضها كويس، وكمان ما بتفتحش مننا كده وبيبقى قلبها هايش كده وفاضي. بنلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بنبدا كده نرصها في الصواني بتاعتنا. هتقولي لي مثلا انا عايزه اعمل الكنافه دي محشيه مكسرات، اقول لك برضو بنفس الطريقه. هنبدا نجيب المكسرات بتاعتنا اللي احنا عايزينها، مبشور وزبيب عين جمل سوداني لوز وبندق اي حاجه. بس انا بصراحه ما بفضلش الزبيب قوي في الحشوات اللي هي بتخش الفرن وقت طويل، لان الزبيب بتاعنا بيستوي جامد وبيبقى بيتحمر معانا كده وما بيبقاش لطيف في طعمه يعني وكده. بفضل المكسرات التانية اللي هي السوداني واللوز وعين الجمل والحاجات ديت لكن الزبيب لا. هنجيبهم كده ونحط عليهم معلقتين كده من الشربات اللي احنا عاملينه، ونقلبهم كويس مع بعضهم عشان لما نحطهم في الحشوه نحط الحشوه في قلب الكنافه او الجلاش بتاعنا ما يبداش يتفرفي كده ويخرج منه. بنلفه برده بنفس الطريقه، وبنبخه برده بخه خفيفه كده من الميه. عندي هنا لكل نص كيلو من الكنافه بياخد حوالي 150 جرام من السمنه او الزبده، علشان خاطر يطلع معانا مكرمل كده اللون بتاعه، وكمان يطلع دايب كده. ما تقوليش ان كميه السمنه. هنبدأ بقى نسقي كده الصينية بتاعتنا كلها بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لكم انا مستخدمة السمنة اللي هي المخلوطة، بتدي نتيجة حلوة جدا في الحلويات. هنحطها بقى في الفرن، وكل شوية كده نغير الصينية من وقت للتاني. خدت بصراحة معايا حوالي ساعة، لان انا كنت عايزاها تستوي على نار هادية كده، تبقى متحمصة من جوه ومن بره، مش مجرد بس ان انا اديها لون وخلاص وانها بس تحمر كده وخلاص. انا كنت عايزة اسويها من قلبها ومن بره عشان تفضل معايا بالاسبوع
او الاتنين. لو انا سبتها كده عندي مش ما يجرلهاش اي حاجه خالص، تبقى زي بتاعه المحل بالظبط ما شاء الله عليها. اللون بتاعها من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده. وبعدين اول ما تبدا ان تطلع من الفرن على طول، لو احنا عايزينها ناشفه خالص بنسيبها لحد ما تهدى شويه حوالي 10 دقايق، وبعدين نزيدها بالشربات البارد. لو انت عايزاها وسط بتديها على طول اول ما تخرج من الفرن، وبعدين بتبداي تقدميها بألف هنا وشفا، بتطلع معاكي جميله جدا. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم وفيت منه في معلومات تكون تهم الحلويات الشرقيه، وهسيب لكم وصفات كتيره جدا تخص الحلويات الشرقيه ان شاء الله. واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.